خد يلا ال 50 جنيه بتاع الدرس اهي، وما سمعت صوتك تاني، امسك. حلو قوي. طب ما بقول لك يا بابا، ما تبعت كمان 50 جنيه عشان الاكل والشرب والمواصلات. من عينيا الاثنين، انزل اديها لك ثواني. لا تنزل ايه بس، انا كنت بهزر معاك، خليك زي ما انت. ايوه كده يا حته حيوان. بابا ايه ده يا حيوان؟ ايه ده؟ ليه كده بس يا بابا؟ خضتني يا حته حيوان، وفي حد يدخل لحد البلكونه بالطريقه دي؟ معلش يا بابا معلش، كنت بلعب معاك يعني وكده. طب يلا يا متخلف انت، لخص هو اللي عايز عشان مش فاضيلك. كنت عايز منك فلوس، عايز فلوس، مفيش فلوس للاسف، ويلا ابعد بقى عن وشي. ايه ده؟ هو ايه اللي مفيش يا بابا؟ هو انت مخلفنا ومربينا ومكبرنا عشان تقول لنا مفيش فلوس؟ طب خلاص، طالما انتوا مش عاجبكم اي حاجه، انا هرمي نفسي من البلكونه دي عشان ترتاحوا، انا هرمي نفسي بس. لا لا يا بابا، ما تعملش في نفسك كده. يا حبيبي يا لؤى، يعني انت كنت خايف عليا اني ارمي نفسي واموت؟ اقسم بالله لا انت عيل، يعني انا ما كدبتش لما قلت ان انت الوحيد اللي خلفته في عيالي، انت الوحيد، يعني ربنا يخليك ليا يا لؤى، ربنا يخليك ليا وتكبر. لا لا يا بابا، انت فهمت غلط، انا اصلا خفت عليك لا انت تنط وتموت وما يكونش عندنا اب ومحدش ساعتها هيدينا فلوس. ايه ده؟ طب تصدق بقى انك تقعد تعين حيوان؟ ويلا يا كلب امشي من قدامي دلوقتي ومفيش فلوس، غور يلا من وشي. طب يا بابا هات بقى فلوس كاي. امشي يا متخلف احسن لك. حاضر يا بابا. ايه يا ابني انت فين؟ الله يخرب بيتك، يلا شد حيلك شويه، احنا كده هنأخر على درس الفيزياء. خلاص ماشي يا ابو الصحاب يا عم، جاي لك انت مستعجل على ايه يعني؟ من كتر حبي يعني في الفيزياء اخلص الطبق ده وجاي لك اهو. خلاص ماشي بس بسرعه. ايه ده؟ ثواني بس يلا، انت قلت طبق ايه؟ طبق بلي يا ابو الصحاب، هيكون طبق ايه يعني؟ بقالي 10 اطباق عمال اخسر، يا رب اكسب دلوقتي بقى يا ابو الصحاب عشان البلي اللي معاك كله خلص. يا ابني انت صغير الكلام ده، انت خلاص كبرت وعيت، بلي ايه اللي انت تلعبه ده؟ عليك وعلى البلي يلا. ايه الحلاوه دي يا ابو الصحاب؟ شكلك لعيب بلي، الله ينور عليك. يلا حبايب قلبي يلا بسرعه بقى، لو انا شايف الفيديو قاعد مستني ايه؟ يلا بسرعه انزل اعمل لك الفيديو، ولو مش مشترك في القناه اشترك فيها وفعل زر الجرس عشان اي فيديو ينزله لكم مش عارف ايه. يلا بسرعه انزل اعمل لايك واشترك في القناه، وعايزكم تتوقعوا كده ابو الصحاب اللي هيكسب ولا الواد ده اللي عمال ينحت فيها من الصبح. عليكم على البنت. ايه ده يا ابن اللعيبه يا نهار اسود يا ابو الصحاب، كده خسرنا كل البلي اللي معانا، كده ما معناش ولا بليه. قلبي مش قادر، البلي خلاص يا عم انت ما تعملش في نفسك كده، ما تعملش زي العيال الصغيره، خلاص هجيب لك مكانه. هتجيب مكانه منين بس دلوقتي يا ابو الصحاب؟ ما حدش بقى بيبيع بلي خلاص، ما حدش بقى بيبيع بلي خلاص. لا في واحد بيبيع بيل بسعر كويس لو عايزين. اه طبعا عايزين بيل، يلا تعالى ورينا مكانه. انت وراه. خلاص ماشي، بقول لك يلا خلي بالك من المذكرات دي عقبال ما اجي، ماشي؟ وبكده يا ولاد يكون الجزء الاول من الفيزياء خلص، والحصه كمان خلص. في اي حد هنا عنده اي سؤال؟ انا يا مستر عندي سؤال. لا يا حبيبي مفيش اي اسئله في الحصه بتاعتي، انا شرحت كل حاجه عندكم. يلا اتكلوا على الله. هو الراجل اللي عايز يركز مع مصر. طب ماشي شكرا. خد يا سيدي يلا بقى لوح، ده من 5 جنيه بتاعتك. يلا بقول لك يا استاذ حماصه، هو انت بتبيع كام بليه بكام فلوس؟ هو اولا كده يا حبيبي انا مش استاذ وانت مش شايف ولا ايه؟ المعلم حماصه لكل انواع البلي، تحت اساس حماصه هو اساس البلي، بس بصراحه استاذتي عجبتني وانا ببيع 7 بجنيه، بس بعد احترامك ده هديت العصله بجنيه. طب حلو قوي الكلام ده يا استاذ حماصه، انا عايز بقى ب 50 جنيه بلي. حياتي بقت اجمل بكتير، انا حسيت فعلا بالتغيير. بكام؟ 50 جنيه مرة واحدة يوصل دينك من عينيا. تعالى احكي لك بسرعة، فلوسك الأول لو سمحت. وخد طلع تنخط لك حبيبي حلوة. بقول لك ايه، يلا مليين الغاب بتاع الحصة بتاع النهاردة كده. يبقى علاء حسين
وده ابو الصحاب. ماشي، علاء حسين وابو الصحاب. تمام ماشي. يا ابني انا مش شايف فيكم حد. انا مش شايف فيكم حد، انتوا عيال ولا بقول لك ايه، ما تسيبك بقى من شغل الاطباق والشغل الفاضي ده وتعالى لي حيطه. وانا موافق يلا. ايه ده؟ يا نهار اسود ابو الصحاب. لا بلاش، ارجع الواد ده حرف في الحيط، ابعد عنه. يا ابني لو هو حرف في الطبق فانا حرف في الحيطه. اتفرج بقى على اللي انا هعمله فيه دلوقتي، مش هخلي معاه ولا بليه. يلا ابدا انت الاول يا ابني. انا مش شايف فيكم حد، انتوا عيال يا نهار اسود، ما انا قلت لك بلاش يا ابو الصحاب، بلاش تلعب مع الواد ده حيطه، بلاش تلعب. انت اللي ما سمعتش كلام، تستاهل بقى. طب ماشي، مش عايزك تشغل بالك انا بالصحاب باي حاجه، عشان انت عارفني انا ما بسيبش حقي، وجاي لك بكره هنا وهكسبك ومش هخلي معاك ولا بليه. بس يلا يا بالصحاب. سلطان يا بابا عايز فلوس الدرس، عارف، خدها اهي. الف شكر يا بابا، متشكر جدا. ايه ده؟ مش غريبه يعني اول مره ما يقولوش على فلوس زياده، بس عادي يمكن. استاذ حماصه نجم العالم في البلي ورقم 1 في البلي كله، عايز ب 50 جنيه بس، عايزك بقى المره دي توصى بيا. حبيبي منور اقسم بالله من عينيا الاتنين. انت عارف انت احسن زبون عندي لحد دلوقتي، واحسن كده انسى العصره بجنيه دي خالص. انا هديك المره دي ال 15000 جنيه، ويلا استعد عشان اعدلك عسله. شباب ركزوا معايا عشان هنبدا الحصه دلوقتي، يلا ركزوا. طب ثواني طيب يا مصر، عشان في اتنين لسه ما جوش. مين ومين يا ابني اللي لسه ما جوش دول؟ علاء حسين والواد ابو الصحاب. هما الاثنين برضه دول غايبين النهارده تاني في الحصه ديت. طب حلو قوي، العيال دول شكلهم هيبقى يومهم حلو معايا. سيبكم منه يا شباب ويلا ركزوا معايا، يلا عشان هنبدا الدرس بتاع النهارده. بسم الله. ابو الصحاب المره دي مفيش اي تهاون، مش لازم نخسر، لازم نكسب المره دي. ما تقلقش يا ابو الصحاب، انا المره دي جاي وعامل حسابي وهحط عليه وهمشيه النهارده من غير ولا بليه. اقول لك ايه، انا اللي هبدا المره دي. اتفضل يا حبيبي ابدا. ماشي يلا. اه والله يا ابو الصحاب ده ظن، اقسم بالله اللي بيحصل ده كله ظن، وماشي معاك اوصل الواد ده قوي. بس بقول لك ايه، لا خليك فاكرني، عشان انا اصلا مش هسيبك غير لما اخسرك البيلي ده كله. واستناني بكره، جاي لك بكره ومش هسيبك. يلا يا زفت انت. اخرس وما اسمعش صوتك، خد الفلوس ال50 زفت على دماغك هياخد. شكرا يا بابا، الف شكر.
اياك بس تفلح في الاخر واشوفك دكتور ولا مهندس ولا اي حاجه. الو، ازيك يا مستر، عامل ايه؟ الحمد لله بخير يا حاج. قول لي يا حاج، ابنك علاء بقاله اكتر من اسبوع مش بيحضر الدرس، خير هو في حاجه؟ ابدا والله يا مستر مفيش اي حاجه، الواد كل يوم بياخد مني فلوس الدرس وبيروح يحضر الدرس عادي مفيش اي حاجه. والله يا حاج بقاله اكتر من اسبوع مش بيحضر عندي هنا خالص، وهو كده هينزل في الماده، انا مش هكدب عليك يعني. عارف والله يا مستر انك مستحيل تكذب. طب بقول لك ايه، سلام دلوقتي وانا هبقى اكلمك بعدين. سلام سلام. نهاركتين يا علاء، يعني انت بقالك اسبوع سليم بتاخد مني فلوس الدرس وما بتحضرش؟ امال انت ما بتحضرش الدرس، امال بيكون بيروح فين الزفت ده؟ نهاركتين الليله لو اللي في بالي ده هيبقى يا مطين. ابو الصحاب ركز المرة، انت لو طقيت المرة دي هتكسب طبق فيه اكتر من 500 بليون، وهنعوض حقنا كله على مدار الاسبوع، فركز ابوس على ايدك، يلا ركز. ما تقلقش يلا، الطبق ده بتاعي ان شاء الله والواد ده مش هيكسب. ما تبص قدامك يا حاج. يا نهار اسود. يا تافه، يعني بقالك اسبوع بتزوغ من الدرس عشان تيجي تلعب بنت؟ انت صغير يا حيوان.